كعاملة مجانية. لهيك هالثورة صارت وهالانتفاضة صارت، وإلى يومنا الراهن ليش عم بنقول نحن ما وصلنا إلى الحرية اللي بتليق بحقيقة المرأة وجوهر المرأة؟ لأنه ليومنا الراهن بأكثر الدول اللي عم بتنادي بالعدالة والديمقراطية والمساواة لسه في فرق بين المرأة والرجل. انتشار الحرية الفردية، انتشار القانون، الحرية الفردية عكس الحرية المجتمعية. يعني إذا كانت المرأة متحررة والرجل عبد، وإذا كان الرجل متحرر والمرأة عبدة، فإذا نصف المجتمع الآخر يسوده العبودية. ثورة شمال وشرق سوريا، ثورة الروجافا بشخص الشهيدة أفيستا انعرفت عفرين بثورة المرأة، بشخص الشهيدة آرين اللي ما قبلت كوباني تصير دمار وتصير خراب. شارع واحد كان ضال لكوباني يتم احتلاله من الدولة الإسلامية الداعشية التي تنادي بالإسلام وهي بعيدة كل البعد عن الإسلام. اللي خلى كوباني تضل على رجله عدم ترك المرأة لمنطقتها والحفاظ على كرامتها، لأنه كرامة الإنسان، شرف الإنسان ما بيرجع لجسد المرأة فقط. شرف الإنسان، كرامة الإنسان هو أرضه كمان، هو أخلاقه المجتمعية، هو تقرباته الإنسانية. فإذا من الناحية الذهنية هناك ثورة بجانب الثورة المرأة وبجانب الثورة العامة، بجانب ثورة التحرر وبجانب ثورة المرأة وبجانبها ثورة ذهنية نصل إلى حقيقة المجتمع التي هو تواق للحرية، المساواة والعدالة بين الجنسين مع مراعاة الاختلاف. نقطة أساسية نحن نعتمد عليها. الحركات الفامينية لم تعتمد على حرية المرأة والرجل، أما نحن نقول حرية الرجل والمرأة. لذلك ضمن مؤسساتنا، ضمن اتحاداتنا، ضمن تنظيماتنا، نظامنا نظام الرئاسة المشتركة. بالإدارة الذاتية الديمقراطية نعتمد على تكريس نظام الرئاسة المشتركة الذي هو أساساً لتطبيق حقيقة المجتمع. بدون وجود المرأة لا يمكن للمجتمع اكتماله، وبنفس الوقت بدون وجود الرجل لا يمكن للمجتمع أن يتم اكتماله. بكافة ساحات الحياة وميادين الحياة نعتمد على هوية أساسية وهي هوية المرأة بجانب الرجل. لما عم ننوع على هاي النقاط لا نعني نحن نعتمد على سياسة الدول الأخرى أي مثل الحركات الفامينية نفي الرجل، على عكس ذلك تغيير المجتمع وليست محاربة الجنس الآخر. الحركات الأخرى التي تم إطلاقها في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية دائما انتهجت نقطة أساسية وهي محاربة الرجل. على عكس ذلك نحن نعتمد على تغيير الذهنية الذكورية وتغيير المجتمع ووصوله إلى مجتمع تواق يعتمد على حرية المرأة. لذلك سنبدأ من نفسنا وكلياتنا أصحاب هالمشروع. هاي الثورة بالآونة الأخيرة فهموا هاي النقطة وواقع المرأة. لهيك مثلا الميت التركي باستخبارات الدولة التركية والإيرانية والسورية يقولون هذه الحركة بقيت على رجلها بسبب وجود المرأة. كذلك الأمر استهداف طليعات الثورة بشخص الشهيدة يسرى، بشخص الشهيدة ريحان، بشخص الشهيدة صورخين، بشخص الشهيدة آزادي، بشخص هدول الشهيدات وبشخص الشهيدة زلال. اليوم عم بتشوفوا استهداف الرفيقات. شهيدة زلال 31 عام قاومت وناضلت في كافة ميادين الحياة وساحات النضال. تم استهدافها بكركوك بمؤامرة من النظام العراقي ونظام جنوب كردستان والدولة التركية. تم استهدافها واغتيالها واستشهادها رغم أنها لم تحارب الدولة العراقية، لكن هذه الدول جميعها ضد ذهنية تحرر المرأة. الإبادة والسهر على ثقافاتنا. تنوع الشرق الأوسط هي حل الأزمات العالقة في المنطقة، وحلها سيكون مشروع الأمة الديمقراطية سواء بحل القضية الكردية أو بحل القضية الفلسطينية. شهداء هذا العام تم استهداف أكثر من نساء لأجل
استسلام. الهوية الأساسية لدمار الثورة هي الاستسلام. لهيك هالسنة لازم تكامل من آذار نتقرب لإلها كهي انتقاما لأرواح الشهداء والشهيدات الحرية. المرأة حياة حرية. المرأة حياة حرية.